السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وسلام، اللهم امين يا رب العالمين. احنا النهارده روتين النهارده طلعنا على السطوح وعملنا كوباية شاي وعشنا يوم صعيدي فلاحي بمعنى الكلمة يعني. عملنا شاي وفطرنا ببسكويت وبسكويت العيد اللي عملته معاكم من القحط، وجبنة طعمية وباذنجان اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عملنا شوية شاي على الكمين، كانوا ريحة جمال وتحفة وطعمهم جميل جدا. كنا بنشرب بنقولها طبعا بنسترجع أيام زمان. طبعا احنا اتحضرنا يا جماعة شوية، بس مهما اتحضرنا مفيش أحسن من الحاجة بتاع الزمان وريحة زمان وطعم زمان، وكل حاجة بتاع الزمان كان فيها بركة وفيها خير وفيها سعادة وفيها رضا. اللهم يا رب يا رب اجعلنا من اللي احنا الراضيين اللي بنرضى بقضائه في السراء والضراء، اللهم امين يا رب العالمين. يا رب يرزقكم ويسعدكم ويجبر خاطركم، اللهم امين يا رب العالمين. احنا عملنا شوية شاي كانوا ريحتهم عسل 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 عسل، والله العظيم كانوا تحفة. يعني شاي الكرنجة احسن من شاي البابور وشاي البوتاجاز وشاي السبرتاء وكل الكلام ده. طبعا طلعنا فوق السطوح وكان معانا الكتكوتات، خدناهم نفسح شوية، هما 3 كتكوتات والله بقوا 2 مات منهم واحد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. انا طلعت ولحت الكانون وعملت شوية شاي يستاهل بقكم، اتفضلوا معانا. ولقيت امي اللي هي حماتي يعني ربنا يخليها فيها كانت جاية تشرب معانا الشاي فوق السطوح، وعملنا شاي بالعناع كان ريحتهم تحفة. وجابت معاه وهي جاية طعمية وباذنجان، وحطينا الطعمية والباذنجان وشوية الشاي دول كانوا ريحتهم فكرنا بأيام زمان وفكرنا بأيام الجبل، وكان كده وشوية بسكويت كده. اللهم صل على النبي، حاجة الأكل الفلاحي وريحة الزمان دي. وكمان الروتين بتاعنا بعد ما فطرنا وكده ورحنا الجبل درسنا الجمع. كل سنة وانتم طيبين وينعاد عليكم وعلى أمة محمد بالخير واليمن والبركات، وربنا يا رب يجعلكم من أهل القرآن الكريم، اللهم آمين يا رب، ويجعلكم من أهل الجنة احنا وانتم، اللهم آمين، وكل السامعين. طبعا عملنا أول دار شاي وده تاني دور كنا بنسخن، ورحنا الجبل زي ما انتم شايفين كده عشان رحنا عشان نضرب الجبل زي ما انتم شايفين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شوية السخن ربنا يرزقكم من وسع اليوم ده كان رحنا الجبل. درسنا بمعنى الكلمة يعني لما الجبل كله اللي كان على الأرض، ولما نفس كل الفكر ودانا يعني مكان الدراسة. لأن الدراسة طبعا منها لأن أنا أتفضل كده يعني، فودانا مكان الدراسة. والتبن طبعا كان اليوم ده التبن اللي بيطلع منها ده للمواشي، طبل المواشي. التبن ده طبعا تاني يوم لو في غدار في نفس اليوم بنجيب شوية ونعبيه كله ونروحه ونحطه في وضع تكون ناشفة وفوق السطوح، يعني متبقاش وضع تحت وناشفة وفيها مية والكلام دوت، فبتخلي التبن يعيش معاك ويعمل رطوبة ويستوي. لو تحطي في وضع تكون طايلة مية أو جر فوش يعني جر الشريفة وتكون ناشفة كده يعني تحت، فطبعا هتخلي التبن يبوظ معاك، عمرك ما هتعرف تحفظيه. طبعا انا يعني بقول لكم ولا اي حاجه في الفيديو اعذرونا يعني، وانا هقول لكم كل التفاصيل يعني ازاي تحفظوا الجمح وازاي تحفظوا الجمح وازاي تحفظوا التبن. بس صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وانزل كنت عايزاه وحطينا اللايك واشتركوا في القناه اول ما تفتحوا القناه. ده طبعا الجرات زي ما انتم شايفين كده بتقدر يكتب بشكل اختياري بيشارك فيها في الجرار طبعا بيشغل الدراسة، بيخلي الدراسة هي تلف من السير وتطلع يعني وانت تلجميها من ورا الجات اللي احنا بنلمه ده بتحطي لي الدراسة.
اول ما الجد تشيل الدراسه تفكي، لازم تفكيه، ما يبقاش الدفه زي ما هي وتحطيها، لان لو حطيتها زي ما هي زي ما قلت لكم في الفيديو اللي عدى بتروح تطلع السيب مع الغله، ممكن تطلع يعني هي تسيب تغلى وتطلعها في السيب. فطبعا عشان يطلع معاك السجن واحده غله واحده لازم تفكيه وتنفضي كمان الجذور. لو انت زارع السكينه يعني السكينه مش في الجبل تنفض الجذور حلو، لان الغله تحت تحطيها كده تحت الجامعة طبعا كده هتنزل الجذور تنفض الجذور شويه كده، وتقطع الرباطه اللي احنا رابطين بيها وتروح ايه راميه جواها وتخليه ويعني ترمي شويه شويه، ما ترميش كتير، لان الدراسه لو رمتي جته مره واحده ومش محلوله فزي ما قلت لك هتطلع الغله مع الشد، وبعد كده ممكن تغور منك وتعطل ويحالك يعطل كله. فصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا تعبنا تعب شديد جزا ربنا الصحه وبارك فيه لما الجت كله زي ما انتم شايفين كده. طبعا ده مش بتاع على واحده، احنا طبعا الزرعه دي شرك وثلاث عائلات مشتركين في الزرعه، يعني طبعا واحنا وكذا حد، يعني مش على قدنا احنا بس. فطبعا زي ما قلت لكم كده الدراسه لما تقف في حته واسعه طبعا مش هتقدر تقف في الحته اللي احنا حاطين في الجد، فبنلمها على التروسيكل زي ما انتم شايفين كده ونوديها المكان اللي هتقف في الدراسه وتدرس. طبعا القمحه اللي احنا بنزرعها دي قمحه ايه؟ قمحه بنت شكار. بنت شكار ازاي يعني؟ احنا بنت شكار اللي طبعا بنخليها زي في الجرس وفي الرواية في البيوتية في كل حاجة في المعجنة بيت 12 عليها وكان الميزة برضه حلوة بصراحة أو لو حابة تشتري جنب تشتري بكل جنب يعني وتشوف حد يكون يعني فيها يعني يجرب من الجنب هو عارف معناتها مش الجنب كفر، لأن الجنب تشتغل بشكل كتير منها أي حاجة زي الناس هتشوف منك الحرارة والعجينات وتجيب منك. وكمان لو انت أول مرة تقلبي ممكن تنزل منك على المطرحة وما تعرفش تقلبي. ولو حابة تعمل شوية شعرية، الشعرية طبعا بتحب الجنب ويرجع شديد هتفتح منك وهتبقى مقلبات وتفتح منك فيها المكنة بتاعت الشعرية أو مكنة الملوخية. ولو عايزة ترد بيها طبعا لو حلت معاكي الرباطة وانت لو هتلاقي مني. فانت أهم حاجة ان انت تدخل على نوع الجنحة وتكون جايبها من حد مضمون لو انت تشتري وتعرف ان ده فلاح مثلا والفلاح ده اشتغل كده مضمونة تشتري عشان يكون فيها تشتري تأمين. والله ما صلي وسلم وسلم على سيدنا لو مش داخل معاك مش على اللايف كده عشان ما تشوفني. وطبعا عشان احنا والله العظيم طبعا بنرجع ونقول كمان ونصور لكم ونصور عشان نوريكم من حياتنا في الريف. لكن والله العظيم الفلاح ده تعبان جدا جدا رغم ان الله يساعده ويبارك في صحته ويبارك في حياته ويبارك في صحته كل العالمين. طبعا احنا برضه بنشرح كذا انواع، في نوع اسمه مكرونة الجنب المكرونة. الجنب المكرونة طبعا بنزرعه بناخد منه المواشي عشان طبعا ده أكل مش هتعمل معجنات الجنب المكرونة. وكمان بنعمل بتشرب بس هي بتشرب لبن كتير عايزة يبقى رايب كتير اللي بس البتشرب بتاعتها بتبقى تحفة وبيعمل جرار وزي ما انتم شايفين كده الوضع
في الهدوم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. زي ما انتم شايفين كده الفيديو ده اللي بيطلع بنعديه فيه شوله وبنروح تاني يوم، وزي ما قلت لكم ما تحطش في اوضه تكون ملدحه او اوضه تبقى فيها جنبيها نار، يعني اوضه تكون فيها ما تحطوش. طبعا لو بعد ما تيجي تخلي بالك احنا الكيلة لازم نستخدم الكيلة 5 كيلو الحب في 2 كيلو، يعني الكيلة 10 كيلو 10 كيلو 5 وحدات تساوي 10 كيلو، يعني 10 كيلو تساوي كيلو. وفي كيلة كانت بتموت 14 كيلو 14 كيلو كيلة 14 كيلو كيلة 14 كيلو دي اسمها كيلة هي اللي هو بيبيعوها الناس اللي هي في المزارع زي حالاتنا كيلة عادي تاجر 5 وحدات اللي هي 10 حوالي 10 كيلو كيلة. أما الكيلة اللي هي التركي بتيجي حوالي 14 يعني اللي عندي معروضة يعني هي زارعة كده ربنا يبارك لنا ويبارك لكم بتبيع 7 وحدات هي 14 كيلة تساوي لو هيتي تساوي 7 حجاج، ولو كيلة مشترياه من تاجر 5 حجاج، ولو ده